بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بالسادة مشاهدين الكرة تحت الضغط. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. النهارده في الكرة تحت الضغط في أحداث كتير هنتكلم عنها. أولها السمات الشخصية لمدرب الأهلي الجديد خوسيه ريبيرو. كمان هنتكلم على الخناقة اللي دارت بين الكابتن خالد مرتجي وممدوح عيد. كمان هنتكلم عن إيه اللي ممكن يحصل في مباراة بيراميدز والزمالك في نهائي كأس مصر. هنبدأ النهاردة بخوسيه روبيرو. ايه سماته؟ الراجل ده بيفكر ازاي؟ من خلال البرنامج اللي حصل ما بين الاعلام الكبير كابتن احمد شوبير وخسيه روبيرو مدرب الاهلي الجديد. الراجل ده يا جماعه راجل بيفكر بهدوء، راجل عنده ثبات انفعالي، ما بيقولش اي كلام وخلاص. الراجل بيفكر وبعدين بيتكلم. من طباعه العامه الهدوء، وده شيء كويس جدا، اللي هو هادي عامه، اللي هو عنده ثقه في نفسه، عارف نقاط قوته ونقاط ضعفه، نقاط قوة فريقه ونقاط ضعف فريقه. عنده دايما دافع عام بس ما هوش معلن، يعني هو دايما ما بيعلنوش، وحاطط تحت الدافع العام بتاعه مجموعة أهداف صغيرة، يحقق الهدف الصغير وبعدين يبص للهدف اللي بعده. وده تفكير سليم للحصول على الدوافع. فالراجل بيفكر كويس، ان شاء الله يجيب نتيجة كويسة مع الاهلي في كاس العالم ونشوف خير على ايده. دي كانت السمات اللي احنا استشفيناها من خلال لقائه بالكابتن احمد شوبير. هل ممكن السمات دي اثناء المباريات نغير وجهة نظرنا ببعض الصفات له؟ والله وارد. فخلينا نشوف ايه اللي ممكن يحصل في الايام الجاية. طيب، من ايام كان في اجتماع ما بين اتحاد الكوره ورابطه الانديه بحضور كل ممثلين لكل نادي. حصل اللي ممدوح عيد مفوض بيراميدز حضر بالكاس، وطلب من كل الحضور اللي هم يباركوا لبيراميدز على كاس افريقيا. فكان من الكابتن خالد مرتجي اللي هو قال نبارك للاهلي بالدوري ونبارك لبيراميدز بكاس افريقيا. فرد ممدوح عيد قال ان شاء الله نبارك لبيراميدز على حصوله على الدوري العام وكاس افريقيا بعد المحكمة الدولية ما تحكم. فحصلت مشادة ما بين خالد مرتجي وممدوح عيد. احنا قدمنا رسالة قبل كده لفريق بيراميدز، قلنا له انت فريق قوي وعندك لاعيبة كويسة وعندها اهداف وحققت هدفك، وكان هدف كبير وهدف غالي، وقلنا دي البداية، وقلنا لك عشان تستمر في البطولات لازم تجدد دوافعك، ولازم ما تفكرش في اي حد حواليك، فكر في نفسك. طيب، هو انت كده بتفكر في نفسك ولا بتفكر في الاهلي بس؟ انت بتفكر في الاهلي كخصم. انا شايف اللي انت وقوفك قدام الاهلي اغلى عندك من تحقيق البطولة. فكر في الكلام اللي انا بوجهه لك. السكة اللي انت ماشي فيها دي غلط، والسكة دي مش هتخليك تكسب بطولات بعد كده. الاهلي ما بيحبش حد يستفزه. الاهلي لما حد بيستفزه بينيم افريقيا كلها من المغرب. فرسالتي لك اشغل نفسك بنفسك. طيب، بكره نهائي كاس مصر بين الزمالك وبيراميدز، واحنا متعودين بنقوله التحليل النفسي قبل المباراه وبعد المباراه. من وجهة نظركم ايه اللي ممكن يحصل في الماتش ده؟ والله هو التحليل والتنبؤ في ماتش بيراميدز والزمالك بيبقى صعب شويه. طيب صعب ليه؟ لان احنا ما احناش عارفين ايه اللي في الكواليس بين بيراميدز والزمالك، ولكن لما نيجي نحلل على الورق ونحلل
دوافع واهداف ومين اللي عاوز يفوز ومين اللي عاوز البطوله اكتر من التاني. خلينا صراحه مع بعض، الزمالك السنه دي ما حققش ولا بطوله. طيب وخصوم الزمالك اللي هو الاهلي وبيراميدز، المفروض اللي الاهلي يحقق الدوري العام وبيراميدز يحقق كاس افريقيا، فدافع الزمالك قوي جدا للحصول على كاس مصر. طيب دافع بيراميدز يعني انا شايف اللي بعد حصوله على كاس افريقيا اللي الدافع هيقل شويه او ينزل، لان ده الطبيعي بعد البطولات الكبرى اللي الدوافع والاهداف تقل شويه. طيب هل رغبه فريق بيراميدز ممكن تجدد دوافعه، واللي هو نادي جديد واللي هو عاوز يجمع اكبر قدر من البطولات؟ والله لو الرغبه كده وتم شحن اللعيبه على كده من قبل الجهاز الفني ومجلس الاداره، الدافع يزيد ويبقى الدافعين عند الناديين متساويه. يبقى هنا اللي هيحسم اللقاء هو الكوره مش الدوافع. طيب على الورق برضو، في ظل المعطيات اللي موجوده لامكانيات بيراميدز وامكانيات الزمالك، مين افضل؟ والله انا نقول اللي الايام دي بيراميدز 70% اللي صالحه التوقعات طبعا، و30% للزمالك. تبقى حاجة وحيدة بس، اللي احنا يوم الخميس بالفعل نتفرج على ماتش كورة، فرقتين الاتنين عاوزين يفوزوا والاتنين يسعوا لكده، والنتيجة تتحسم في الملعب ما تتحسمش على ترابيزات. شكرا ليكم، ولايك وشير وسبسكرايب عشان يوصلكم كل جديد. في رعاية الله.